السلام عليكم. معكم اسماء في مطبخي مع اسماء. هنعمل مع بعض النهارده الفطير المشلتت. طريقه سهله قوي وهتعجبكم. اول حاجه هنا معايا كيلو الا ربع من الدقيق. هنخل الدقيق كويس جدا. انا نخلته بنخله زي ما انتم شايفين كده معاكم مره تانية اهو. هبدا بقى احط عليه 3 معالق كبار من السكر، وهحط عليه نص معلقه صغيره من الملح. احط نص معلقه صغيره من الملح، والميه احط كوبايتين من الميه. تمام. على الكيلو الا ربع دقيق احط كوبايتين من الميه. وهبدا بقى ان انا هعجنه كويس، طبعا على حسب نوع الدقيق. انا حطيت كوبايه ونص الاول وببدا اعجن، ولما بحتاج بزود. تمام. هنا حطيت معايا هنا برضو كوبايه الا ربع، وهبدا بقى ان انا هعجنها كويس جدا. انا طبعا بعد ما هقلبها بالمعلقه هحط العجينه على الرخامه عشان اعجنها كويس والمها معايا. هي عجينه الفطير المشلتت بتبقى فيها تلزيقه بسيطه كده. تمام. هعجنها بقى على الرخامه لمده دقيقتين كده لحد لما التلزيق يروح منها وتلم معايا ويبقى فيها تلزيقه بسيطه. هنا بقى خلصت العجينه اهي زي ما انتم شايفين كده معايا. هي فيها تلزيقه بسيطه. هبدأ بقى ان انا هسيبها ترتاح لمدة لا تقل عن ربع ساعة. بسيب العجينة ترتاح لمدة ربع ساعة عشان لما اجي استخدمها تبقى تمط معايا وتبقى سهلة. معايا هنا صينية هنتها بالزيت او السمنة، وابدأ ان انا هكورها الكور اللي انا عايزاها. انا قطعت الكيلو الا ربع دقيق قطعته 6 كور، وكل 2 عملتهم فطيرة مشلتتة. ممكن كمان لو انت عايزة الفطيرة عالية ممكن تعملي كل 3 كور، يعني تعمليهم فطيرة واحدة. تمام. وسبت الكور برضو غطيتها وسبتها ارتاحت برضو 10 دقايق. وهنا معايا السمنة بقى هبدأ هدهن الرخامة سمنة. ممكن ادهن الرخامة سمنة، ولا لو احنا هنفردها على الرخامة ممكن ادهنها دقيق وافردها الاول وبعد كده ادهن السمنة من فوق. تمام. فعلى حسب انتي ما بتتحكمي فيها. لو انتي مش بتقدري تتحكمي فيها ممكن ادهن الرخامة بشوية دقيق بسيطة. بس انا بحب ادهنها سمنة عشان تتفرد معايا بسهولة. كمان انا برفعها شويه على ايدي زي ما انتوا هتشوفوا كده معايا اهو. برفعها على ايدي وبلفها كده بالراحه شويه شويه بحيث ان هي تتفرد معايا. تمام. وبعد كده ببدا احطها على الرخامه تاني. واي بقى يعني ببدا بقى احطها على الرخامه، والحتت اللي هي مش مفروده كويس بفردها انا بقى بتبقى سهله عليا اهو. ببدل ايدي كده. والافضل ان احنا نستخدم ايدينا من الظهر عشان ما نقطعش العجينه. والعجينه لو اتقطعت عادي ما بتبانش خالص، يعني بتبقى حاجات بسيطه. تمام. اهو بلفها بالراحه خالص. تمام. وبعد كده هبدا احطها على الرخامه تاني.
وهنا بقى بعد ما شفتوا معايا كده فردتها على الرخامة، هبدأ هجيب السمن وهرشها بقى كلها سمن كويس جدا. وانا بطبق بين كل ما اطبق طبقة هحط سمن برضو. اهم حاجة في الفطير ان انا بين كل طبقة والتانية بحط الايه السمن. هبدأ بقى ان انا هطبقها كده وهحط ايدي، بحط ايدي في السمن كده وابدأ ان انا ايه هحط السمن كده، هطبق الناحية التانية عليها. تمام. لو اتقطعت منك كده حتت عادي مفيش مشكلة، ما بتبانش خالص. هبدأ بقى ان انا هطبق كده شوية تاني، هطبقها على شكل مربع. حطيت سمن برضو وهبدأ احط الطبقة الاخيرة بقى. هركن بقى اللي انا طبقتها دي على جنب كده، وهعمل واحدة تانية زيها، وهحط اللي انا عملتها دي هحطها في قلب التانية وهطبق عليها. هنا بقى بعد ما فردت واحدة تانية، حطيت اللي انا طبقتها الاولانية في قلبها، وهبدأ ان انا هطبق عليها. وممكن كمان إن اعمل ايه ان انا اعمل واحدة تالتة زي ما قلت لكم، نعمل كله 3 كور نعملهم فطيرة بحيث ان تبقى عالية معايا وكبيرة. اللي انا طبقتهم الاتنين دول احطهم في التالتة اللي انا هفردها، واعمل كل 3 مع بعض، او ممكن تعملي كل 2 مع بعض زي ما انا عملت كده. انا هكتفي بكل 2 مع بعض بس. وبحط برضو كل ما اطبق بحط سمن بين الطبقات، وهبدأ بقى ان انا هلمها زي ما انتوا هتشوفوا معايا كده. احط هنا سمن الاول، وبعد كده هبدأ المها من كل ايه جنب شوية اهو، من كل جنب كده هلمها، وهلمها على شكل ايه كوره. وهبدأ بقى ان انا احطها في الصينيه، اكون دهنه الصينيه سمنه وهحطها في الصينيه. هجيب بقى هنا الصينيه اهي دهنتها سمنه وهحطها فيها، وقبل ما افردها بسيبها ترتاح الاول لمده 5 دقايق او 10 دقايق، بسيبها ترتاح عشان لما اجي افردها تتفرد معايا بسهوله. هنا بقى بعد ما سبتها ارتاحت، سبتها ريحت حوالي 10 دقايق، وابدا بقى ان انا هفردها بالراحه كده خالص، بطبطب عليها بالراحه وافردها كده على شكل ايه دائره. بحطها بقى انا هنا عملتها في الفرن. لو بتحبي الفطير المشلتت اعمليه في الفرن، بيبقى مقرمش شويه من بره، يعني التقرمشه بتاعته بتبقى مقرمش شويه من بره. لو بتحبيه طري مش مقرمش قوي من بره، اعمليه على البوتاجاز من فوق. تمام. فالتسويه بتاعته سهله جدا. بتجيبي طاسه وعلى نار متوسطه على البوتاجاز، وبتبداي تقلبيه من تحت. اول ما يبدا ياخد لون بقلبه على الناحيه التانية، واول برضو ما ياخد لون من الجنب التاني خلاص هو بيستوي معايا على البوتاجاز بسرعه. انا هنا حطيته في الفرن، حطيته على البلاطه بتاع الفرن اخد لون، وبعد كده فتحت بقى عليه، حطيته تحت الشوايه، فتحت عليه الشوايه من فوق اخد لون من فوق وكان جاهز معايا. وهنا عملت ادي فطيرة تانية عملتها في صينية تانية. ممكن انتي تاخدي الصينية دي زي ما هي كده وبنحطها على البوتاجاز، اول ما بياخد لون من تحت وبقلبه على الناحية التانية، وبيبقى سهل جدا على البوتاجاز وطري وجميل قوي. هوريكم بقى شكله بعد ما طلع معايا من الفرن. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك للفيديو وتفعلوا الجرس بالكل عشان يوصل لكم كل فيديو. شايفين عايزه اقول لكم مقرمش جدا جدا من بره وحلو قوي وطري من جوه وجميل قوي. شايفين التقرمشه بتاعته. هقطعه بقى معاكم كده اهو. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس بالكل عشان يوصل لكم كل فيديو. طبعا الفطير مشلتت بيتاكل طبعا جنب عسل جنب جبنه وبألف هنا. واشوفكم في فيديو جديد في مطبخي مع اسماء.